لقد كان الغزاة الأجانب يحتلون على أرضه وبالقرب منها القواعد المدججة بالسلاح ترهب الوطن المصري وتحطم مقاومته، وكان الإقطاع يملك حقوله ويحتكر لنفسه خيراتها، ولا يترك لملايين الفلاحين العاملين عليها غير الهشيم الجاف المتخلف بعد الحصاد. وفي مواجهة هذه الاحتمالات صباح يوم 23 من يوليو سنة 1952 رفع الشعب المصري رأسه بالإيمان والعزة ومضى في طريق الثورة مصمما على مجابهة الصعاب والأخطار والظلام، عاقدا العزم في غير تردد على إحراز النصر. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا بعزيمة الأحرار وبدين الثوار شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار. أراضينا في إيدينا قسمناها علينا حنصونها في عينينا من نظرة أعدينا بشجاعة وطنية. ثورتنا